ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الفلافل المصري المقرمشة او الطعمية زي ما بتسموها في اي بلد عندكم. شايفين ما شاء الله شكلها؟ هنعمل كمية كبيرة جدا وزي المطاعم بالظبط. عندنا المقادير بتاعتنا: نص كيلو من الفول المدشوش هننقعه في مية لمدة 3 ساعات. في ال3 ساعات دول هنغير عليه المية 3 مرات لحد ما المية تكون معايا نظيفة ورايقة. بعد ال3 ساعات هبدأ اللي أنا أصفي الفول بتاعي وأحضر التوابل اللي هي أهم حاجة: معلقة كبيرة من الكزبرة الحصى، معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل، ونص معلقة صغيرة من الكمون، وربع معلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة كبيرة من السمسم الأبيض. وعندنا الخضار بتاعنا: عندنا شدة أو ربطة من الكزبرة الخضراء، بصلة صغيرة، 6 فصوص توم، وعندنا 4 عيدان من الكرات الأخضر العادي. زي ما انتوا شايفين دول شكل حبة الكرات. في كبة بقى وهبدأ اللي أنا أخد الخضار مع الفول المدشوش، وعندنا ربع كوب من الماء. هنبدأ ننزل ب2 معلقة كبيرة على كل ضربة هنضربها علشان تسهل معانا الضرب. بعد ما ضربناها هنبدأ كده في بولة وننزل بالكمية اللي احنا ضربناها. طبعا كل كمية هنضربها هنبدأ اللي احنا نقلبهم مع بعض كده علشان يكونوا شكل واحد وقوام واحد. هنخلص الكمية بتاعتنا كده كلها ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هنضيف الملح: معلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، ونص معلقة صغيرة من الكمون. هنقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده بمضرب او في خلاط هنبدأ اللي احنا نضربها لحد ما تعمل فوم معانا علشان تكون زي المطاعم بالظبط وزي ما بنشتريها. زي ما انتوا شايفين كده هنفضل اللي احنا نضربها بالمضرب او بالخلاط لحد ما تعمل معانا فوم كده. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، شايفين حجمها وشكلها ما شاء الله. عملت معايا كمية كبيرة جدا. بدأت اللي انا كيسها كده واحطها في اكياس علشان ادخلها الفريزر. والكمية اللي احنا هنقليها هنبدأ نحط عليها ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا وربع معلقة صغيرة من الملح، والملح حسب ذوق اختياركم. هنقلبهم مع بعض كويس. وهنبدأ بعد كده نجيب معلقة كبيرة من السمسم الأبيض ومعلقة كبيرة من الكزبرة الحصى كده، وهنقلبهم مع بعض. وهنبدأ ناخد في الطعمية كده ونحطها في وش السمسم والكزبرة كده، ونبدأ ننزل في زيت كده يكون سخن. وهنبدأ ننزل بالطعمية. أول لما هتاخد لون دهبي معايا هبدأ أقلبها على الجنب التاني. شايفين ما شاء الله شكل الفلافل؟ شايفين ما شاء الله؟ هتعملي كمية كبيرة جدا من نص كيلو فول، وهتكيسيها وهتحطيها في الفريزر. وقت ما تحبي اللي انت تقلي منها هتبدأي تحطي الربع معلقة صغيرة البيكنج صودا وتبدأي اللي انت تقلي منها. شايفين ما شاء الله طعمها مقرمش وأحلى وأنضف بكتير من اللي بنشتريها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. شايفين شكل الفلافل ما شاء الله؟